ازاي تتعامل مع الشخصية التوكسيك لو انت في توكسيك ريليشنشيب، لو انت في علاقة سامة. مهم جدا ان انت لازم تفهم ان الشخصية السامة علشان يتغير لازم يكون هو نفسه عاوز يتغير. الشخص السام مشكلته ان هو بيكون شايف نفسه ومفيهوش اي مشكلة. طب ازاي نتعامل معاه؟ اول حاجة لازم تحط حدود بينك وبينه. لازم مش كل مرة تعدي اللي بيحصل، في اوقات لازم تحط حدود فيها واوقات ممكن تعديها على حسب الموقف علشان ما يستهينش بكرامتك ويجي عليك اكتر. الحاجة التانية، ما تدخلش معاه في نقطة اللوم ان انت تفضل تلومه، لانه هو شاطر جدا في النقطة دي وهيعمل معاك لوم عكسي ويعيش في دور الضحية ويحسسك ان انت المذنب. رقم 3، ودي نقطة مهمة جدا، لازم يكون في حد انت بتثق فيه تقدر تتكلم معاه، سواء كان صديق او حد من الاهل او حتى اخصائي نفسي. فمهم جدا انك انت تلجأ لحد تتكلم معاه. النقطة الرابعة والاخيرة، الشخصية السامة صعب جدا ان هي تتغير. فلو الشخص ده مش يعني لك حاجة كبيرة جدا، يعني مثلا مش اخ او اب او زوج، حد انا اقدر اسيبه، اترك العلاقة دي فورا، لانه صعب جدا يتغير.